الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله. أما بعد، فلا زلنا في دروسنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. وكان آخر درسنا بالأمس قصة الهجرة إلى الحبشة، وعرفنا تفاصيل هذه الرحلة أو الهجرة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن سبب خروج الصحابة إلى الحبشة كان شدة أذية الكفار للصحابة رضي الله عنهم، وخوف أن يفتتنوا في دينهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي لم يكن يحب الهجرة إلى الحبشة، لأن النبي كان قد أري أنه سيهاجر إلى مدينة بين لابتين، فكان النبي يحب الهجرة إليها، وإنما أذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة اضطرارا، ولما رأى من شدة الأذية، وأن الله لم يأذن له بعد بالهجرة إلى المدينة. في هذه الأثناء طبعا ابتلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأوذي كثيرا لشدة منافحته عن الدعوة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بدا له أن يهاجر إلى الحبشة أيضا، ولكنه كان سيذهب متأخرا عن الذين سبقوه. ولهذا جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. هي صغيرة، لأن النبي تزوج بها وهي في 6 من عمرها، وكبرت معه إلى 9 دخل بها، ومات وهي في 18 من عمرها رضي الله عنها. فتقول عائشة: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني كان النبي يداوم زيارة بيت أبي بكر. فلما ابتلي المسلمون حصلت البلاء، حصلت الأذية لكفار قريش، واستعمل الكفار في الأذية أشد أنواع التعذيب الصحابة رضي الله عنهم. خرج أبو بكر مهاجرا نحو الحبشة، تعبوه حتى بلغ برك الغمات أو برك الغمات، وهذا موضع على 5 ليالي من مكة، يعني قطع شوط كبير إلى جهة اليمن إلى الآن. فلقيه ابن الدغنة، وذكر بكسر الغين الدغنة أو الدغنة، وهو سيد القارة، سيد المنطقة، سيد القبيلة. فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة:
فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج. هكذا حتى الكفار يعرفون مقدار الطيبين في البلاد. سلام. لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. أنا لك جار. وقد وصفت عائشة بهذه الأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، مما يدل على ائتلاف الأرواح وتمازج الطباع عند الصادق والصديق. من الصادق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والصديق أبو بكر. شوف كيف وصفت خديجة النبي، وكيف وصف ابن الدغنة أبا بكر، كأنهما يخرجان من مشكاة واحدة. وهذا يدل على امتزاج والتوافق الحاصل بين النبي وبين أبي بكر رضي الله عنهما. قال فأنا لك جار، ارجع فاعبد ربك ببلدك. معناها أنه جار مثل ما يقال هنا في مأرب ربيع، يعني أنت من القبيلة لو اعتدى عليك واحد ودف كما يقال، ستقوم القبيلة كلها. قطير وربيع، عندكم ربيع؟ أي نعم، يسمى ربيع ويسمى قطير أيضا، في الوادي يسموه قطير. فهذا قال له، قال فأنا لك جار، ارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة في أشراف قريش، مر على القبائل وقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، رجل له ثقل، وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، نحن قبلنا جوارك لكن بشرط يعبد ربه لأنه كان رقيق القلب ويتأثر به الناس لما يسمعون يقرأ يبكي ويدخلوا في الإسلام من رقة قلب أبي بكر. ولهذا أكثر الداخلين في البداية على يديه، فعثمان دخل الإسلام على يديه، وسعد على يديه، وطلحة على يديه، أو أبو عبيدة. فقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. وهذا يدل على أن القرآن له تأثيره. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال خلاص قد قبلوا جواري، وصلي لك داخل بيتك. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. وفي يوم من الأيام فكر أبو بكر، قال يبني له مسجد داخل البيت. الرجل الصالح صالح، عقله مخه تفكيره في العبادات في الطاعات، يبني مسجد، يتصدق، يعمل خير، هذه مشاريعه، بخلاف مشاريع الفاسدين، يصلح مسرح، يصلح مرقص، يصلح ديسكو، يصلح مكان يشرب شاهي، يصلح فنتو، يصلح زلابيا. كل واحد هو المشاريع اللي يفكر فيها دائما. أبو بكر في رأسه ماذا؟ العبادات والطاعات. ففكر أن يبني مسجدا في فناء الدار ويصلي فيه، فبناه وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن.
وكان أبو بكر أثناء قراءته للقرآن تتقذف عليه النساء، يعني يأتين يسمعن تلاوته، وكذلك الأبناء وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. استمر أبو بكر فترة وبدأت النساء تنزل، أبو بكر يقرأ حول البيت، يعني شيء ملفت للنظر. هذا الأمر أفزع كفار قريش، وأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، قالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، يعني ننقض عهدك ولا نجعلك تفي بها، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. وهذا تحدي طبعا. وابن الدغنة بينه وبينها إما الحرب ولا يذهب إلى أبي بكر. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت عليه، يعني بينه وبينه كلام، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهذا يدل على مدى قوة الإيمان عنده وعلى تأثير القرآن، يدل هذا على مدى إعجاز القرآن بيانيا وبلاغيا في نفوس العرب، سواء الرجال أو النساء أو الصبيان. كان يؤثر القرآن جدا. وقد مر معنا استماع زعماء قريش أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق إلى قراءة النبي سرا، كل منهم يخفي أمره على الآخر، حتى إذا رجعوا في آخر الليل التقوا في الطريق. من أين جئت يا أبا سفيان؟ قال ها. وأنت يا أبا جهل من أين جئت؟ قال ها. وأنت يا أخنس؟ وهم جاءوا من تحت نوافذ النبي يسمعون القرآن. وتكرر ذلك معهم ثلاثة. قد جاء عند الإمام أحمد حديث صعصع بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، تكفيني هذا. وذكر أن رجلا عربيا سمع هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، فذهب وهو يقول ذرة 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 ذرة، يعني حاجة سهلة جدا يحاسب الإنسان عليها، مما يدل على فقه الرجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء كفار قريش عامدون على أذية المسلمين وعلى الأذية لمن أسلم. النبي مشغول بالدعوة أيضا، فكان النبي يمر على القبائل ويدعوهم، ينزل الأسواق ويدخل مخيماتهم إذا جاءوا في وقت الحج في منى مزدلفة في عرفات، ولا يترك لهم تارك، وفي السوق يصيح بأعلى صوته دعوة. تخيل استمر النبي على هذا أكثر من 10 سنوات عليه الصلاة والسلام دعوة. قال الإمام أحمد وذكر بسنده عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال رأيت أبا لهب في عكاظ، وهذا عكاظ سوق، والنبي عليه الصلاة والسلام في السوق يلف يدعو إلى الله. فكر أين نحن وأين النبي
في السوق يلف. قال رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أيها الناس إن هذا قد غوى، هذا أبو لهب، فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم، ورسول الله يفر منه وهو على رجاء ونحن نتبعه ونحن غلمان، كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجملهم. يا أبو لهب. وجاء أيضا عند أحمد من حديث ربيعة بن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الإسلام بذي المجاز. هذا الأول وين؟ بعكاظ. وهذا وين؟ بذي المجاز. وهذا سوق من أسواقهم. وخلفه رجل أحول، من هو؟ أبو لهب، يقول لا يغلبنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال هذا عمه أبو لهب. قال عباد أظن بين محمد بن عمرو وبين ربيعة محمد بن المنكدر. الأثر يحسنه بعض أهل العلم، وهذا يدل على شدة الأذية، خاصة لما يكون واحد من عرضك هو الذي يؤذيك، يكون كبيرة عليك، كبيرة وثقيلة عليك أن تتحملها. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى. وهذا وين؟ أنا ما كان يطوف في مكان واحد، في عكاظ وذي المجاز وفي منى. قال يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال ووراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت من هذا الرجل فقيل هذا أبو لهب. في كل هنا أبو لهب، وراك مصيبة. وجاء أيضا من حديث عمرو بن زهير المسيسي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الديلي قال وكان جاهليا أسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. قلت إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لأعقل. سند فيه كلام إلا أنه يحسن بما قبله. كل هذه الروايات تدل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من أذية ومن متابعة الكفار له. وجاء عند الطبراني من حديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل. إذن عندك من الأساليب يلف على السوق، وحيثما رأى التجمعات ينطلق إليهم يرفع صوته ويصيح، ما معه لا ميكروفون ولا شيء. وأحيانا يستعمل أسلوبا آخر وهو يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن يؤوه إلى قومهم، حتى كان يمشي يقول من يؤويني من ينصرني. تخيل النبي يمشي وحيد، من يؤويني من ينصرني عليه الصلاة والسلام. ما نحن وين الدعوة اللي عندنا؟ إذا فعل واحد محاضرة في مكان حسبنا قد حرر القسطنطينية. الله يثبتنا على الكتاب والسنة، الله يستعملنا في طاعته. قالت عائشة رضي الله عنها أن يؤوه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله ورسالاته ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده، ساقه الله إلى هذا الحي من الأنصار. التقى بمجموعة من أهل المدينة من الأنصار فاستجابوا له
وجعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دار هجرته. السند فيه كلام عند أبي النعيم، وعند الطبراني سنده حسن. وجاء عند الإمام أحمد من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه، يعني يخفره، فأتى رسول الله فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: ثم انطلق. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب سبقوهم أهل همدان. من الذي سبق؟ الأنصار أهل المدينة جاءوا في رجب، والأثر درجته حسن. يصعب عليهم ذلك لأن المسلمين تجمعوا، ومعك الأوس ومعك الخزرج ومعك كذا، فالنبي أصبح لها حركة، فخشوا أن يعملوا فتنة، خشوا فجعوا، بل عملوا مصالحة مع النبي من أول ما دخل. وهم كانوا بطون بني قينقاع وبني النضير بني قريظة، كانوا كلهم في المدينة وحولها، إلا أنه كل بطن وحده، والفرقة أضعفت اليهود. لو كانوا جمعا كانوا مشكلة مع خيبر، لكن لما كانوا وحدهم استفرد بهم النبي واحد. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببني قينقاع، وثنى ببني النضير، وثلث ببني قريظة، وربع بخيبر، ولا أحد ينصر الآخر، ما فيش، كل واحد ساكت، ودهم قص. وهذا من فوائد اختلاف اليهود. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب كثيرا في بلاغ الدعوة وإلى إرشاد الناس وإلى توجيههم. كم حصل له من الأذية عليه الصلاة والسلام، وهو يذهب عند الناس ويدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن يا إخوان أمام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عاجزون جدا، مستوانا في الدعوة ضعيف، وضعيف جدا أمام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. فتخيل حينما اشتد عليه الأذى من كفار قريش، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الطائف. خلاص معناها مكة ماذا؟ أصبحت متعبة جدا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف. لماذا؟ أي نعم، عله أن يجد عندهم شيء من النصرة ومن الإعانة. والطائف تبعد عن مكة ما يقارب من 80 كيلو أو 70 كيلو، ومشاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من كان معه؟ زيد. فلما وقفت أهل مكة وقفوا أمام الدعوة وأسرفوا في الإيذاء للنبي والصحابة والصد، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى
الطائف طمعا في أن يستجيب أهل الطائف. فخرج النبي في شوال سنة 10 بعد موت عمه وموت زوجه، وانطلق إلى الطائف لأنه لم يجد آذانا صاغية، وأقام في الطائف مدة يدعوهم، وكان من أشراف أولئك القوم في الطائف. لما وصل إليها استقبل كبارهم ابن عبد يليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير، وكانوا سادة ثقيف وأشرافها. وجلس النبي إليهم وكلمهم بما جاء به من نصر من الدين والقيام معه على من خالفه من قومه. وحتى أن بعضهم ما نفع معها الكلام هذا ولا استجابوا له، حتى قال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك. يعني معقول، استخفاف. الثاني قال: أما وجد الله أحدا غيرك أرسله؟ كما في السخرية. الثالث قال: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. شوف على عناد. النبي عليه الصلاة والسلام قام من عندهم بعدما يئس من مناصرتهم له، وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، يعني لا تكلموا أحد حتى لا يتعرض للأذية. فالقوم كانوا لئام، مشكلة لما تذهب عند شيخ قبيلة ولئيم، أو عند رجل كبير في القوم وسفيه. فإذا كان كبير القوم سفيه كيف بالرعية والعوام؟ أي نعم. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. لم يكتفوا بذلك، خرجوا من البيوت هؤلاء الثلاثة وأغروا به السفهاء والعبيد، حرضوهم عليه. هذا جاء بدين جديد يهدم، يلا يا عيال. وأخذوا يرمون عراقيب النبي بالحجارة حتى دميت عقباه وتلطخ نعلاه بالدم. أنت إيش فعلت أنت للإسلام؟ بالله عليك إيش فعلت؟ وزيد يتقي الحجارة وهم يلاحقون النبي عليه الصلاة والسلام حتى سال دمه، وزيد بن حارثة يدرأ عنه حتى أصيب في وجهه، وما زالوا به حتى هرب النبي ودخل البستان. لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه، فكره مكانهما لعداوتهما، لأن عندهم عداوة لله والرسول، شيبة وعتبة من أهل مكة. ورجع عنه سفهاء ثقيف، رجعوا لما دخل البستان، رجعوا العيال والغلمان. فعمد النبي إلى ظل شجرة فجلس فيه هو صاحبه زيد ريثما يستريح من عنائهما، يعني تعب وأذية، ورجموه بالحجارة، وحصل له ما حصل صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأفعال والنبي يدعو إلى الله، متحمل صابر، والله يحثه: يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يدعو إلى الله. تخيل حينما يخرج الإنسان للسوق: يا أهل السوق صلوا، سيقولوا مجنون، والنبي يمشي: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا،
غمض وتخيل بس النبي يمشي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن دورنا في الدعوة، مع ما قد يظن الإنسان نفسه قد بلغ مبلغ، إلا أنه ما زال ولا شيء أمام دعوة النبي. من الدعاة الآن ينزل السوق، يخطط للسوق وينزل يطوف على واحد في السوق، خاصة الأسواق العامة، تجمعات الناس، وهذا كان يستغلها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل بدعوته خيرا. ولهذا يذكر الشيخ الفوزان أنهم كانوا من لا قريب ينزل يطرح الكرسي وسط السوق وبعض العلماء وينصح الناس لا قريب. وهذا يدل على ما كانوا فيه من خير، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه من خير، مع أنه كان وحيدا صلى الله عليه وسلم، وحيدا، والكفار يؤذونه وهو ينزل. أما هذه من يؤويني من ينصرني وحدها لها مزاج آخر، والله من يؤويني من ينصرني عليه الصلاة والسلام يبحث عن من ينصره ويؤويه. وهذا يدل على أن الدعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نصرة، تحتاج إلى إيواء، تحتاج إلى مناصرة، تحتاج إلى شد أزر. ولهذا قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لا بد من المناصرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. مناصرة مهمة، ما تقوم الدعوة على شخص. هذا الخطيب كم جهد هذا، ما يقدر، لكن حينما يخطب والناس يلتفون معه يحصل خير ويحصل تآلف ويحصل تكاتف. ولهذا لما أسلم أهل المدينة حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل له خيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام منعه وهابه قومه، وبدأت قريش تحسب حسابه، وبدأ له هيبة حتى لسادات قريش صلى الله عليه وسلم أمام سادات قريش. وهذا يدل على ما كان فيه النبي بعد النصرة. ولما أسلم عمر وأسلم جعفر حصل للإسلام عزة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا المسلم لا يتوانى أبدا في نشر الدعوة وفي نشر الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نحن في أمس الحاجة. ضيافتنا للمساجد الموجودة والمجاورة هو جزء من هذه الفكرة التي نريد تفعيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع حبنا لزيارة إخواننا أيضا حتى داخل الأسواق، حتى داخل الأسواق ننصح نفسنا وأنفسنا وإخواننا، وننصح المسلمين بما دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة النبوية المطهرة. تخيل أصحاب الأوائل في الحبشة والثانيين داخل مكة معذبين، وهو يطوف في فجاج مكة وفي سوق عكاظ وفي ذي المجاز وفي منى ويذهب إلى الطائف، كل هذا شغال يبحث عن الدعوة. ولهذا عائشة تقول كما روى البخاري في أول كتاب بدء الوحي، قالت: يا رسول الله، هل جاء عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد أليل. متى هذا؟ في الطائف، في هذا اليوم، فرجموه. قال: فخرجت، وهنا الشاهد، وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من شدة التفكير مشى ما درى بنفسه له في قرن الثعالب منطقة، وإذا به يسمع المنادي: يا محمد. قال: فرفعت رأسي
التفت قال فسمعت صوتا مرة ثانية يا محمد، قال فالتفت قال فسمعت يا محمد، قال فرفعت رأسي فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض يقول يا محمد إن الله يقرئك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وهذا ملك الجبال مره بما تشاء. فجاء ملك الجبال وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وأنا ملك الجبال مرني، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهناك وصل إلى ذلك المكان وصلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله له جن. ولهذا النبي ما فشل في حياته أبدا، كل رحلاته ناجعة. لأن بعضهم يقول أن النبي لما ذهب إلى الطائف فشل. لا، ما فشلت إلا أنت، النبي ما فشل. صحيح أنه خرج من الطائف مهموم مغموم، لكن لما وصل إلى هذا المكان صلى أرسل الله له الجن فأسلم الجن، والنبي لم يكن يعلم بذلك. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الرسول يصلي ما يدري. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فأعلم الله نبيه بأن الجن أسلم. محمد أنت زيارتك ناجحة، ما أسلم الإنس أسلم الجن. وهذه التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى بها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت كل تحركات النبي صلى الله عليه وسلم ناجحة، ما في فشل. ولهذا لا يجوز أن تقول أن النبي فشل في كيت أو كيت، لا، كل أفعال النبي ناجحة مؤيدة بالوحي. ولو حصل للنبي شيء ينزل الوحي فيعالج، كان مؤيدا معصوما صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل عندما يخرج مهموم مغموم. شوف عندما تكون عندك مشكلة في البيت وخرجت من البيت وأنت تريد السوق تتفاجأ بنفسك وأنت في خط الحصول. وإيش اللي جابني هنا؟ الهم والغم. يغيب عقلك أو التفكير أو كما يقولون الحس، فأنت خارج تريد يمين تمشي شمال. قال عليه الصلاة والسلام فخرجت مغموما مهموما. بشر، هو خرج يؤمل أن يستجيب بعضهم إليه، لا، آذاه أهل مكة، كيف سيرجع مكة الآن؟ ولا استجاب له أحد. فلما رجموه رجع، قال فرجعت أنا مغموم مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لنفسي وإخواني بالإقبال على الدعوة، تحمل. لو كل واحد بذل جهده ووسعه الدعوة إلى الله، حتى في الشارع بقالات، بعض الناس يظن أن الدعوة مقتصرة على الخطبة، هي جزء من الدعوة، جزء، والمحاضرات جزء، والدروس جزء. هناك أساليب كثيرة للدعوة، ما هي مقتصرة على هذا. استضافتك لشخص إلى بيتك ونصحه دعوة، دعوة. ذهابك إلى فلان إلى المحل تنصحه دعوة. تعليمك لأبنائك في البيت دعوة.
إعانتك على طلب العلم دعوة، إعانتك للدعاة دعوة، كل ذلك دعوة. الإنسان يحاول يجتهد بقدر ما يستطيع، لا يتوانى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لك أن تتصور والرسول يمشي في السوق ويدعو إلى الله وعمه وراه يرجمه بالحجار، ما هو يقول لا تصدقوا كذاب، لا، ويراجم بالحجار. واحد قليل أدب. تخيل أنت وأنت تخرج في السوق وعمك وراك بشيبته، من هذا؟ قالوا عمك فتنة في حقك. ما سيقولون إذا ما دام عمه يعني ما استجاب له إذا الظاهر أنه كذاب فعلا. كان من أكبر المتاعب. ولهذا أحيانا أنت قد تستطيع تواجه ناس من القبائل الأخرى، لكن من داخلك كان يقولون ما أحد يدفل من هنا إلى هنا، صعب، يمسخ لك في البلعوم. وهذا من أعظم المساعب داخل البيت، حرب نفسية طاحنة، هو من جهة وزوجته من جهة، أبو لهب وزوجته أروى. فالحمد لله على نعمة الدين ونعمة السنة. لا تظنوا أن الدين وصل هنا بسهولة، بصعوبة. جاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في غاية من الحزن: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ليش؟ تعبوا، شدة الأذية كفار قريش. حين الحمد لله مساجد مفروشة ومهيئة والدعوة مفتوحة، ويذهب إلى عندك للباب، الله يجزاك خير، الله يحفظك. أحيانا لو عند الداعية شوكولاتة يوزعها على الناس بيوزعها، لو عنده حلويات يوزعها على الناس عشان يستجيبوا، ما عنده مانع سيوزعها من شدة الدلال بالناس. أما ذاك اليوم كان شيء عجيب، نسأل الله السلامة. تخيل عندما تكون مسلم وانت ماشي في الشارع وهذا يسبك وهذا يلعنك وهذا يرجمك وانت خايف مرعوب وقلق ومضطرب وحالتك حالة، لا أمك ولا أبوك ولا إخوانك ولا أحد داخل البيت. عذاب 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 عذاب، لا ليلك ليل ولا نهارك نهار. لكن بماذا استطاعوا أن يواجهوا؟ قوة التمسك، رسوخ الإيمان، قوة العقيدة، ولا بال ولا كأن في شيء. وكلما قوي إيمانك وزاد ثباتك كلما زاد إصرارك ومعنوياتك. إي والله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله لنا ولكم الإعانة يا إخواني في الله، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. ونكتفي بهذا، وفقنا الله وإياكم. إلهنا حفظكم الله.